كل عام وانتم بخير. هنعمل النهاردة تسالي العيد، هنعمل الترمس الحلو السريع وكمان الحمص وكمان هنعمل الفول المشوي. اول حاجة بنقع الترمس ليلة كاملة مش اقل من 6 ساعات، ونفس الكلام في الحمص هنقعه ليلة كاملة، والفول كمان هنقعه ليلة كاملة. بعد كده هغسلهم كويس جدا. هبدأ بالترمس اسلقه في مية، ولازم اشيل الريم بالشكل ده، والترمس هيقعد على النار من ساعة لساعة ونص. طبعا لما الترمس يستوي هغسله تاني كويس جدا واحط عليه ملح، وعلى كل كوباية مية معلقة ملح، وانزل عليه بمعلقة كمون مع نص كيلو الترمس، وكمان ليمونة كبيرة معصورة من غير بذر، وممكن ازود بابريكا وكمان شطة. وكمان الحمص لما اسلقه هشيل منه الريم وهسيبه على النار، وهياخد وقت اقل من الترمس. وطبعا نفس الكلام مع الحمص، بعد ما يستوي هغسله وازوده بالمية، وعلى كل كوباية مية هحط معلقة ملح، وبعد كده ازود معلقة كمون واحدة على نص كيلو الحمص، وكمان عصير ليمونة كبيرة. نيجي بقى للفول. انا هجيب صينية واحط عليها فويل وكمان ورق زبدة، وهدخل الفول بعد ما اغسله في الفرن واقلبه كل شوية لحد ما ياخد لون بالشكل ده وياخد لسعة بسيطة. وطبعا ورق الزبدة والفويل عشان الفول ما يحرقش الصينية. هحضر كمية المية، وبرضو على كل كوباية مية هحط معلقة ملح واحط كمون وكمان شطة، وانزل عليهم بالفول وهو سخن اول ما يطلع من الفرن، واقدمهم مع كمون وبابريكا وممكن شطة وكمان ليمون. بجد طعمهم تحفة، لازم تجربوهم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير، مع السلامة.